انت راجل موظف بتقبض بالكارت، بتروح البنك علشان تقبض بالكارت بتاع المرتبات اللي وزارة المالية عامله لك. طيب الكارت ده معرض ان هو يضيع منك، او ان هو يبقى في مشكلة اتكسر، مش عارف ان انت تصرف. رحت في الشغل قلت لهم عايز اعمل بدل فائد، عايز اطلع كارت جديد. طب هصرف مرتبي ازاي الشهر ده طالما انا معيش كارت بنك؟ هقول لك الطريقة اللي تصرف بيها مرتبك ومن غير ما تدفع ولا مليم. في طريقة كل الموظفين عارفينها. ايه هي الطريقة دي يا جماعة؟ بتدخل على الشباك وبتقول له عايز اسحب فلوس من على الشباك، بيسحب لك بالبطاقة بتاعة الرقم القومي. بس لما بيدي لك الفلوس بيخصم منك عمولة ان انت سحبت من على الشباك لمبالغ معينة. لو حضرتك داخل تسحب 1000 2000 3 هيتخصم منك عمولة سحب على الشباك. طب انت عايز تاخد فلوسك ومش عايز تغرم ولا مليم، وعايز تسحب الفلوس بتاعتك كاملة زي ما هي. ايه بقى الطريقة اللي احنا هنقولها النهاردة؟ هقول لك طريقتين بحيث ان انت ما تغرمش ولا حاجة وتسحب فلوسك كاملة. الطريقة الاولى، حضرتك بيبقى معاك كارت المرتبات بس معاك حساب جاري. حساب جاري ليه؟ اي حد النهاردة شاري شهادات في البنك الاهلي او في بنك مصر او في اي بنك بيتفتح له حساب جاري اللي هو اسمه الحساب الديبت. الحساب الجاري لما بيبقى مفتوح لك بيبقى معاك كارت تسحب بيه للحساب الجاري غير الكارت بتاع المرتبات، ده لوحده وده لوحده. تمام؟ الطريقة دي تنطبق على اللي عنده حساب جاري في البنك. حضرتك معاك الكارت ده، هتدخل على خدمة العملاء. في خدمة العملاء هتقول له أنا عايز أعمل عملية تحويل من حساب المرتبات الخاص بيا على الحساب الجاري برضو الخاص بيا. ده في حالة إن أنت كارت المرتبات بتاعك فيه مشكلة ومش عارف تقبض وعايز تقبض من غير ما تدفع فلوس، مش عارف تسحب من المكنة من بره. فقلنا لو دخلت هتدفع فلوس على الشباك، دي احنا بنقولها عشان ما تدفعش حاجة. هتعمل عملية تحويل من الحساب بتاع المرتبات بتاعك إلى حسابك الجاري عن طريق خدمة العملاء. إن أنت بتدخل تقول له اعمل لي عملية تحويل الشهر ده، نفذها لي دلوقتي. هياخد الفلوس اللي موجودة كاملة في الحساب بتاع المرتبات بتاعك وهيحولها لك كاملة وبدون خصم أي عمولة، حتى الفكة هتتحول لك، يروح باعتها لك على الحساب اللي هو إيه الجاري. حضرتك بكارت الحساب الجاري تقدر ان انت تروح تسحب. طب ازاي احول الفلوس على حسابي الجاري ومن غير ما اروح البنك ومن غير ما ادخل لخدمة العملاء عشان اوفر وقت بقى كمان؟ يعني كده انا هقول لك طريقة تانية تعمل بيها تحويل مرتبك من الحساب بتاع المرتبات لحسابك الجاري ومن غير ما تروح البنك. طب ازاي ده بقى؟ في تطبيق اسمه تطبيق انستا باي. انستا باي ده تابع للبنك المركزي المصري. التطبيق ده تقدر ان انت تفتح حسابك على الموبايل بتاعك، بتدخل شوية بيانات. انا طبعا شارح تطبيق الانستا باي بالتفصيل على قناة كلام له معنى على اليوتيوب، هتلاقي في فيديو بيشرح تطبيق الانستا باي بالظبط. حضرتك بتنزله وتعمل الكلام اللي في الفيديو بتاع الشرح ده، وتبتدي ان انت تعمل عملية التحويل من حساب المرتبات بتاعك الى الحساب الجاري برضو بتاعك، وانت في بيتك وانت قاعد بتشرب شاي وبتتدفى وقاعد وسط عيالك، ومن غير ما تروح البنك ولا تاخد دور ولا تعطل نفسك ولا تتعامل مع خدمة العملاء خالص. يبقى حضرتك كده احنا قلنا الطريقة اللي احنا نقدر نسحب بيها في حالة فقد او ضياع او بدل فائد من كارت المرتبات. قلنا كذا طريقة. اي استفسار تحب ان انت تسأل اكتب لي فيه كومنت على طول. ما تنساش تعمل لي متابعة على قناة كلام له معنى على اليوتيوب وصفحة كلام له معنى على الفيسبوك. ان شاء الله اشوفكم يا رب بكل خير وحلقة جديدة وتوعية جديدة من كلام له معنى وجمال هاشم. سلام عليكم.